السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة كده حلوة للفراخ المشوية على الطريقة التقليدية او الطريقة القديمة بتاعت زمان دي الحلوة دي. عندي بقى هنا فرخة كده فرخة ونص اهو زي ما انتوا شايفين. دي الفراخ البيضة انا مربيها في البيت وكده، غسلتها كويس جدا ونضفتها وحطيتها كده في الصينيه اللي هعمل فيها كده. لو حابه تعمليها في حله عادي مش مشكله، حابه تعمليها في صينيه ماشي. عندي بقى هنا الخضار بتاعنا، دي الطماطم اللي هنعصرها، وعندي هنا ليمون، عصرة ليمونتين كبار كده. عندي البهارات بتاعتي عبارة عن ملح وكمون وفلفل وقرفة وتوم. عندي بقى هنا الفلفل الرومي او الفلفل الاخضر وطماطمايه كده وبصلايه كبيره. اول حاجه بقى نصفي الفراخ من الميه اللي فيها خالص دي لان بتسرد ميه كتير كده اهو. اجي بقى هنا عليها على الفراخ وهي ناشفه كده عصره الليمون، عصير الليمون كده خلاص. عليها كمان البهارات، انا بحب احط البهارات على الفراخ وهي الفراخ لسه ناشفه كده علشان تاخد وتدي معايا في التوابل كده اهو. هندعكها فيها كده اهو شويه حلوين، هنقلبها كده. شوفوا بقى ما شاء الله، عشان ريحه الزفاره والكلام ده البهارات لما بتتحط ناشفه على الفراخ ما بيبقاش فيها اي ريحه زفاره ولا اي حاجه اهو. نيجي بقى بعد كده بعد ما حطينا البهارات والليمون والحاجات دي على الفراخ بتاعتنا فعلى جنب كده، نيجي بقى للخضار. هقطع الطماطم شرايح زي ما انتوا شايفين كده، حابين تقطعوها حتت صغيرة مكعبات عادي، شرايح طويلة اللي تحبوه على حسب ما انتوا متعودين. والبصلة برضو نفس النظام اهو. هنقطعها برضو لشرايح وزي ما انتوا شايفين بقى يا حبايب قلبي قطعنا البصل والطماطم والفلفل وحطيناه كده على الفراخ اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هعصر بقى الطماطم دي واحطها عليها برضو. هنزل بقى دلوقتي بعصير الطماطم اللي انا عملته ده على الفراخ. هنسيب حبة كده مش هنحطه كله اهو. هنديلها بقى ايه تقريبا غزة بسيطة كده علشان الطماطم تنزل في الفراخ كلها اهو. هناخد بقى حبة كده من المية زي ما انتوا شايفين. دي صينية الفراخ بتاعتي اهو. عاوزين بقى تغطوها بورق اللي هو السلوفان الورق الحراري عادي نغطيها، عايزين نغطيها بغطا حل عادي. انا ما عنديش والله ورق حراري دلوقتي فغطيها بغطا حل عادي وهطبخها على البوتاجاز.
اما لو هتدخل الفرن غطيها بالسلوفان علشان الحرارة بتاعة الفرن تمتص، الحرارة بتاعة السلوفان تمتص حرارة الفرن، فتبدأ تسويها بسرعة، ما تاخدش وقت معاكي وهي بتستوي. اخر خطوة بقى هنيجي بقى نغزغز الفراخ كده زي ما بيقولوا كده. انا نسيت اعمل الخطوة دي قبل ما احط الطماطم عشان برضو نكون شايفين الفراخ اهو كده، علشان الفراخ بتاعتنا تتشرب كل التتبيله اللي معاها. زي ما انتوا شايفين بقى كده يا حبايب قلبي، صينيه الفراخ بتاعتي جاهزه اهي على التسويه على طول. تقدري بقى تجهزيها كده بكل سهوله وبكل بساطه، سهله وطريقتها جميله جدا جدا اهو ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنحط لها بقى الخطوه اللي بعد كده، بس هنحط لها ايه، حبه كده من الزيت، لان ما حطيتلهاش اي زيت خالص اهو. وهنسيبها بقى تستوي مع نفسها كده ايه لحد ما الخضار يستوي والفراخ تستوي معايا خالص، وهنغطي عليها. تعالوا بقى كده نشوف الفراخ مع بعض. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله، حطينا لها بقى شويه شبت على كزبره كده ما شاء الله. هي بدأت تستوي خالص والخضار بتاعنا بدأ يستوي اهو. شوفوا ما شاء الله الجمال والحلاوة. هنسيبها بقى لحد ما تستوي خالص علشان تكون لحمتها طرية كده وحلوة. بعدين بقى حابين تحمروها في الزيت، حابين تحمروها في الفرن، اللي يريحكوا بقى على حسب الوقت اللي معاكوا، حسب التحمير اللي بتحبوه. وبكده نكون خلصنا صينيه الفراخ الجميله بتاعتنا الحلوه الجميله العسل دي. اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير. واي فيديو بقى تحتاجوه او اي طريقه لاي حاجه انتوا حابين نعملها لكم سيبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هعملها لكم في اسرع وقت. اشوف وشكم على خير بقى، والسلام عليكم ورحمه الله.